سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم عندنا مايونيز منزلي راح يجي روعه وراح يجي ثقيل بزاف بزاف. عندي 2 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، عندي كاس زيت، وعندي هنا معطرات، عندي هنايا فلفل اسود، وعندي هنا شويه تاع زعتره، وعندي كميه تاع ملح. شوفوا الطريقه كيفاش لازم تخلوا الميكسور، يعني ما تحركوهش. شوفوا انا حنضيف كاس الزيت وما نحركش الميكسور. شوفوا الطريقه كيفاش هي اهم مرحله هذه تاع الميكسور، انكم توضعوا الميكسور على استقامه واحده، وبعدها يعني تضربوا وما تنحوش يديكم حتى تحسوا ان كامل الزيت انسجم مع البيض. وانا هنا راح نوضع كميه تاع فلفل اسود وملح والزعترة. شوفوا البنات، باش يجيكم هذا المايونيز ناجح 100%، لازم تتبعوا الخطوات وتتبعوا المراحل. وهنا في النهاية أنا هنضيف 2 ملاعق تاع خل. أي خل عندك تقدري تستعملي، وإذا كان عندك الخردل تقدري تستعملي عادي، يعني يعتبر كمنكه. وهنا أنا حنبقى نضرب في البيض والزيت، وأنا هنا زدت شوية تاع التوابل اللي بقات لي، وكذلك ضفت كمية تاع ملح، يعني حسيته شوية صامت ما فيش الملح بزاف، زدت له شوية. وإذا كان عندك هنا الفرماج تقدر تزيدي مثلث تاع فرماج، يعني الفرماج اللي على شكل كريمه احسن. وهنا انا ضفت ملعقه تاع ثوم. البنات هذه الطريقه راها ناجحه واقتصاديه كذلك 100%. وفي النهايه البنات ما تنسوش تخلوا لي لايك اذا كان هذا الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تجربوا هذا المايونيز. شوفوا كيفاش ثقيل، شوفوا البنات، شوفوا حتى الملعقه ما تحبش تخلط بسهوله من الثقل تاعو. هذا الوصفه هذه ناجحه 100%. واذا كان البنات حبيتوه يعني حبيتوه اثقل من هكذا، ديروا 3 بيضات وديروا كاس تاع زيت كما انا وريت لكم. تبعوا هذه المراحل راح ينجح لكم المايونيز ان شاء الله. وما تنسوش تخلوا لي لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.